والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عبد الله السعودي من قناة فريلانس سكول. إن شاء الله النهاردة هتكلم معاكم عن الخطايا السبعة في صناعة المحتوى. فيلا بينا نبدأ درس، يلا بينا. أول خطيئة معانا في صناعة المحتوى هي الكاميرا. في البداية خالص عايزين نتفق على حاجة معينة، إن الموضوع مش كبير وممكن تبدأ بالمتاح اللي معاك. حاليا معظم الناس إن ما كانش كلهم معاهم سمارت فون وهو فيه كاميرا، فانت كده بالنسبه لك ممكن تبدا تشتغل بالموبايل وتصور فيه، وما تستناش انك تشتري كاميرا جديده وكاميرا بروفيشنال. الموضوع بيجي بالتدريج ومش مستاهل انك تاخر نفسك اكتر من كده. الخطيئه الثانيه هي الاضاءه. بالنسبه للاضاءه ممكن تشتغل الصبح في ضوء الشمس، فممكن تصور من خلالها او تصنع اضاءه بنفسك. ممكن تجيب لمبة وتجيب بوكس كده صغير وتبدأ بيه. أنا بدأت بصفت بوكس صغير والصورة بتاعته أهي، وحاول تستثمر شوية وتجيب رينج لايت. في رينج لايت كده في البايو فوق هنا أو كده. ده لينك الفيديو يعني، فأنت تتفرج عليه. دي أرخص رينج لايت أنا اشتريتها، فممكن تبدأ بيها إن شاء الله ودي بتحسن مستوى الإضاءة عندك في الفيديو. والخطيئة رقم 3، الخطيئة بتاعت الصوت. المشكله بتاعت الصوت حتى الان هي بتواجهني. ان شاء الله انا هحاول استثمر فيها الفتره اللي جايه، ان اجيب مايك. وانا حاليا بستخدم مايك بويا، انا M1 تقريبا. فالمايك ده يعني كويس لحد ما. فان شاء الله الفتره الجايه المفروض استثمر في القناه ان اجيب مايك كويس، مايك بروفيشنال. فالخطيئة دي ما تحاولش يعني، حاول انك كله حاليا معاه فون. ممكن تشتري البويا M1 ده تقريبا سعره ب 200 جنيه او 250 جنيه. ف فأدى بيه. واستخدم كمان الذكاء الاصطناعي لتحسين الصوت بتاعك، وممكن تستخدم ادوبي اديشن. فدي كلها مزايا انك تحسن بيها الصوت بتاعك، فما تأخرش نفسك برضو اكتر من كده. خطيئة رقم 4 وهي البحث عن المصادر. مهم جدا انك تبحث عن المصادر، وانك تجيب موضوع الناس تتكلم عنه، وتكون المصادر موثوقة بحيث ان القناة بتاعتك تقدم محتوى موثوق منه والناس ترجعله وقت ما تعوز، او وقت ما تكون عايزه معلومه موثوق منها. فالمصادر دي حاجه مهمه جدا، فلازم تشوف مصادر موثوق منها. ممكن تدور في كتب، ممكن تدور في منهجات علميه، ممكن تدور في موقع اسمه كيورا. الموقع ده مهم جدا لصناع المحتوى، بيجيب حاجات كويسه وحاجات جديده كمان. فممكن تجيب الموضوع منه وتتاكد من المعلومات اللي فيه على جوجل واي بلاتفورم ممكن تبحث عنها. الخطيئة رقم 5 وهي التحضير والتجهيز. مش معنى انك بحثت ودورت فكده يلا بينا نسجل، لا. انت المفروض تحضر المحتوى اللي انت هتشرحه، تكتبه على ورقة وقلم، تكتبه بايدك يعني، او ممكن تكتبه على الوورد وبعدين تقرأه مرة واثنين وثلاثة عشان تبدأ تصور. فكون انك تبدأ تصوير على طول فدي حاجة مش محبذة، لانك هتنسى كلام كتير. وكمان انت تكتب مثلا على الوورد او الورقة، السكريبت ده يكون قدامك على الكاميرا، بحيث انك لو نسيت حاجة، او يكون قدامك وانت بتصور، بحيث انك لو نسيت حاجة ترجع للسكريبت بتاعك. زي ما انا دلوقتي حاطط اللابتوب قدامي، فلو انا نسيت اي نقطة ببص على اللابتوب وبعدين اجي اصور تاني واكمل الفيديو بتاعي. وطبعا الكلام ده بيتشاف في المونتاج. الخطيئة رقم 6 وهي المونتاج. المونتاج لازم طبعا تكون عارف اساسيات المونتاج. مش معنى انك معاك كاميرا ومعاك اضاءه كويسه ومعاك صوت كويس فانت كده ممكن تبدا في صناعه المحتوى، لا. انت محتاج تبدا تتعلم مونتاج. في فيديوهات كتير انك ممكن تتعلم منها قدامهم. في فيديو لاحمد ابو زيد 90 دقيقه تتعلم فيها المونتاج اصل ولازم، حاجات بسيطه جدا. فانصحك انك تبدا بيه. الخطيئه رقم 7 ودي اهم خطيئه وهي عدم الاستمرار. الالجوريثم بتاع اليوتيوب محتاج انك تنزل على طول فيديوهات. فكون انك تنزل فيديو كل اسبوعين دي حاجه صعبه جدا، فاليوتيوب مش هيرشحك للمشاهدين. فدي غلطه اوعى تقع فيها. مش اليوتيوب بس، ده اي بلاتفورم تانية. فلازم وانت بتصنع محتوى لازم تنزل فيديو على الأقل لازم تنزل فيديو أسبوعيا، ومثلا شورتس أو 2 شورتس معاه. لو انت والأفضل طبعا تنزل أو 3 في الأسبوع، أو 3 أو 4 كمان. فكون إنك تنزل فيديوهات كتير، فده إن شاء الله هرشحك للمشاهدين أكتر. دي أكتر خطيئة ممكن توقعك.
يعني انت مثلا لو جبت الكاميرا وحسيت الصوت وحسيت المونتاج بتاعك وجبت الاضاءه والصوت كويس والدنيا كلها تمام وجبت مصادر كويسه وحضرت، انك ما عملتش استمراريه في اليوتيوب فده هيوقعك. فقول لنا انت واقع في انهي خطيئه من الخطايا دول، وان شاء الله حاول انك تتعداها، وانك تحط تايم لاين لنفسك انك تنزل باستمرار على اليوتيوب وما تقطعش على اليوتيوب. وان شاء الله اكون فدتكم في الكورس بتاع صناعه المحتوى، وان شاء الله استنوا في الكورسات اللي جايه، ان شاء الله هيكون في حاجات كويسه جدا ليكم. وما تنسوش تدعمونا بالسبسكرايب واللايك والكومنتس ان شاء الله. فانا سعيد جدا ان انا وسطكم، وسعيد جدا انكم بتدعموني، وان شاء الله نكمل سوا في القناه. يلا، السلام عليكم ورحمه الله.